المرأة التي تعرضت لعبد الله أبو النبي لكي يقع عليها. في يوم من الأيام خرج عبد المطلب بولده ليذهب به إلى بني سعد لكي يزوجه، وهو ماشي بعبد الله في الطريق، فبجوار الكعبة في مكة كانت تجلس امرأة من النساء، فلما رأت عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم رأت فيه نور. وهذه المرأة يقال أنها أخت ورقة بن نوفل، وكانت تسمع له. فلما رأت النور الذي في عبد الله فقالت له: أفديك أو أعطيك مثل ما نحر لك عند ولادتك وتقع علي الآن. يعني أنا أديك 100 من الإبل بس تقع علي الآن، أن يقع عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل معها كما يحدث بين الأزواج. فقال: لا، أنا مع جدي لا أستطيع فراقه ولا أستطيع خلافه. فذهب عبد الله ولم يفعل معها شيء، ومشى مع جده عبد المطلب حتى وصلوا إلى بني سعد ليزوجه آمنة بنت وهب ابن منبه ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. بقول لك ليه النسب بالكامل؟ عشان النسب من عند الجد هتلاقيه ملتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب، لأن هو نسبه شريف في كل شيء. هتلاقي أمه ملتقية مع أبوه في النسب في الأجداد، وكلهم يصلون إلى قصي بن كلاب الذي قلنا أنه من أشرف أجداد النبي إن لم يكن أشرفهم نسبا في النسب المتصل لنبينا صلى الله عليه وسلم. فتزوج آمنة بنت وهب، وفي هذه الليلة دخل بها عبد الله، وبعد أن دخل بها عاد مرة أخرى وهو في الطريق وجد المرأة التي دعته ليقع عليها قبل أن يصل إلى آمنة بنت وهب ويتزوجها. فلما رآها قال لها: لماذا لا تدعينني إلى جماعك أو إلى أن أقع عليك مرة أخرى؟ ليه ما بتقوليش لي مرة ثانية؟ قالت: وأنت ذاهب كان فيك نور يظهر بين عينيك عند الجبهة هنا، فلما ذهبت وتزوجت آمنة ووقعت عليها ذهب النور. إذن النور هو نور محمد صلى الله عليه وسلم، صل عليه، فلا داعي لك بذلك. قيل أن هذه المرأة كانت تعلم من ورقة بن نوفل بمجيء نبي في هذا الزمن وهو سيخرج من سلالة عبد المطلب، فكانت لما رأته تأكدت وظنت ظن التأكد بأن هذا النور الذي في عبد الله هو نور النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبت منه أن يقع عليها فرفض، وكان النور ليخرج من آمنة بنت وهب ابن منبه